الأرض دي واقفة، لا تتروي ولا تتحرق، واللي هيلمس تربتها هتصيبه اللعنة. ولكن عم رضوان. عيقاش الفراق على الدموع وبعد الساعة الخوف. 12 بالليل وتحت ضي القمر، عم بيدخل الأرض وما بيخرجش تاني. ولكن قبل ما نبدأ وقبل ما نتكلم تعذرني وتشكرني، تعذرني على صوتي اللي مش طالع بسبب دور البرد، وتشكرني ان انا رغم دور البرد جايلك بقصة وعدتك بيها وقلتلك انها تستاهل بقك. فجهز لي مشروبك، جهز لي سماعتك، حط اللايك، وتعالى بعد الانترو احكي لك حكاية الربع الخراب. الربع الخراب يا صديقي كان مجرد قطعة أرض في وسط الغيط بتاعتنا، والقطعة دي اتسمت بالاسم ده بسبب الوضع اللي هي فيه، لأن كان دايما في موسم الزرع كانت تبقى الأراضي كلها من حواليها بتشع خضار إلا الجزء ده من الأرض. والسبب في كده إن جدي كان مانع أي حد يرويه بالمية، وكان دايما يقول الجملة اللي قلتها لك في الأول: الأرض دي واقفة، لا تتروي ولا تتحرد، واللي هيلمس تربتها هتصيبه اللعنة. ولكن عم رضوان كان طول الوقت شايف ان اللي ابوه بيقوله ده تخاريف، كلام فاضي ومش نايبنا منه غير ان احنا بنخسر جزء كبير من الارض. عايز اقولك يا صديقي الربع الخراب ده كان تقريبا نص فدان، فبالنسبة للفلاح نص فدان دي ارض بحالها. وده اللي خلى عم رضوان يطمع، وفي الليلة اللي الترعة فيها مليانة وكان دورنا احنا اللي نروي الأرض، عم رضوان بياخدني معاه، لأن أنا كنت دايما أروح أولع الولع علشان أعمل له الشاي، أوطي المكنة بتاعت الري أو أبطلها خالص، يعني كان ده دوري. المهم إن في الليلة دي عم رضوان بيكسر كلام جدي وبيفتح المية وبيسيبها تروي الأرض كلها بما فيها الربع الخراب. وقتها يا صديقي انا كنت قاعد في العشه بره جنب المكنه، وعم رضوان كان جوه الارض، يعني بيوجه الميه، بيقفل هنا بيفتح هنا، بيوجه الميه علشان تروي الارض. المهم في ظل ما انا قاعد جنب المكنه سمعت عم رضوان بينده، وكان العادي انه لما ينده عليا يطلب مني ابطل المكنه زي ما قلت لك دوري. ولكن عم رضوان كان بينده باسمي وبعدين يسكت، مره في اتنين في تلاته، فاضطريت ادخله جوه الارض. وفضلت ماشي في وسط الزرع وادور على عم رضوان، مفيش اثر، لغاية ما خلصت الزرع وبقيت على اول الربع الخراب. وفعلا مجرد ما طلعت من الزرع لقيت عمي واقف قدامي، بس واقف لا بيروي ولا بيوجه المية، هو واقف حاطط الفاس على كتفه ومتنح تحت رجليه. فانا لسه هتكلم يعني اقول له ان انا جيت او كده، هو خد باله ان انا جيت وراه بس ما خدش باله بطريقه طبيعيه. عم رضوان اتنفض نفضه انا نفسي اتخضيت منها، وفجاه لقيته بيزعق لي بيقول لي: انت ايه اللي جابك هنا؟ ما لحقتش ارد اقول له انت اللي ندهت عليه، لقيته بيقول لي: غور بسرعه، غور امشي عند المكنه. طبعا انا من الخضه ومن طريقته لفيت ورجعت، وانا راجع عمال ادور في دماغي هو ازاي ينده عليا وازاي يقول لي ارجع. ما كنتش فاهم هو ايه اللي حصل، وتقريبا ما لحقتش اوصل لنص الزرع وانا راجع والاقي لك عم رضوان بينده عليا تاني، بس المره دي مش بينده طبيعي، عم رضوان تقريبا بيصرخ، وفي صوت هبد في الميه كأن حد ماسك خشبه وعمال يرزع بيها في الميه، وعم رضوان يصرخ. طبعا انا وقتها من كتر الخوف ما بطلتش جري غير وانا واقف عند المكنه بره، وفضلت قاعد مكاني بره وانا بترعش حرفيا. صوت عم رضوان وهو بيصرخ وصوت الرزع في الميه ده كان عامل صدى صوت في المنطقه كلها. والغيطان زي ما انت عارف يا صديقي بتبقى يعني ملأ الطريق، يعني اللي هو ايه، مفيش بيوت مفيش بتاع، هو منك للطل كده، فالصوت عالي. وزاد الرعب وزاد اجواء السسبنس دي اني بدأت اسمع صوت غربان كمان فوق الزرع. صديقي التلات اصوات دول مع بعض كانوا كافلين يخلوني معرفش سبب المية اللي بل هدومي دي جاية منين. المهم ان بحكم ان عيل عندي 7 سنين انا فضلت قاعد جنب المكنة بترعش وبعيط مش عارف المفروض اعمل ايه.
واصلا الطريق ضلمه، انا خاف اروح لوحدي دلوقتي. وفضلت على الحاله دي تقدر تقول ساعه، ساعه ونص، لغايه ما مكنه الميه نفسها خلصت جاز وبطلت. ودي كانت حاجة ادتني أمل شوية، لأنه الطبيعي لما المكنة تخلص جاز عم رضوان هيخرج علشان يحط جاز تاني ويدورها ويرجع، ولكن المكنة بطلت. وعدى وقت مش قليل خالص وعم رضوان لا حس ولا خبر. مفيش غير الصرخة اللي عمال اسمعها وصوت الهبد اللي في المية، والغربان ما زالت بتلف فوق راسي وبتزعق. فضل الحال ده قول ساعتين 3 لغاية ما أذان الفجر وجب، ومن بعد صوت الأذان ما ملا الجو اختفى صوت عم رضوان اللي بيصرخ، وكمان اختفى صوت الرزع اللي في المية. ما بقاش حرفيا باقي غير صوت الغربان، وما زلت أنا مستني عم رضوان يخرج. ومن بعدها تقريبا عدى يجي ساعة وبدأ النهار يشقشق كده والنور بدأ يظهر، واتفاجئ بحد جاي على الطريق بتاع الغيطان. فضلت قاعد مركز وانا خايف، لان الليلة دي مش واضح ان هيجي من وراها خير خالص، لغاية ما الشخص اللي جاي ده بدأ يقرب اكتر واتأكدت انه جدي. طبعا طلعت اجري عليه وانا منهار وبصرخ بقى بأعلى صوت. الخوف والرعب اللي انا كاتمه طول الليل انفجر دلوقتي. وجدي اول ما شافني وشاف حالتي فهم ان في مصيبة، راح حضني وقال لي عمك فين؟ رديت عليه وانا صوتي مخنوق ومش طالع حرفيا وقلت له عمي دخل الربع الخراب وما خرجش. الجملة دي كانت زي الصعق على جدي. لقيته راح رافع عينيه وبص ناحية الغربان اللي فوق الزرع وقال يعني ايه رضوان راح خلاص؟ جدي قال الجملة دي وراح رافع جلابيته ونزل يجري ويهبط في الأرض. الأرض كانت مية وطينة وفعليا الحركة فيها بصعوبة، وجدي أصلا راجل فوق 70 سنة. حرفيا جدي كان طاير جوه الغيط وأنا طبعا وراه. وعقبال ما حصلت جدي في الربع الخراب أنا شفت أصعب مشهد شفته في حياتي. عم رضوان كان مرمي في وسط الأرض مكان ما أنا سبته، بس مش مرمي كده وخلاص. عم رضوان ما كانش عليه أي قطعة من هدومه، وفعليا متشرح كأن مجموعة من الحيوانات المفترسة كانت بتهبش فيه. في اللحظة دي كان جدي بيخلع جلابيته وعمال يقول لي استر عمك ياض، استر عمك ياض. وانا عايز اللي يسترني دلوقتي. انا بشوف مشهد لو كان حد حكاهولي ما كنتش اصدقه. وجدي لا حول له ولا قوة غطى عمي بالجلابية وقاعد جنبه على ركبه يدمع. ودي كانت أول مرة في حياتي أشوف دموع جدي، وما كانش على لسانه غير جملة واحدة بس: ليه يا ولدي؟ ليه تكسر قلب عليك يا رضوان؟ وتقريبا نص ساعة من البكا والعتاب ما بين جدي وعمي. وبعدها جدي بدأ يستوعب شوية كده وراح باصصلي قال لي روح اندهلي عمك يماني بسرعة، قول له الربع الخراب خد اخوك. سمعت الكلمتين من جدي ورحت لافف وطيارة على البلد. واول ما وصلت عند بيت عمي يماني لقيت مراته خارجة من البيت ورايحة ناحية الحوش علشان تحلب البهايم وكده. رحت قايل لها الرسالة اللي جدي بعتها. مرات عمي سمعت الجملة وكانت الصرخة بتطلع منها برضه بتسمع في البلد كلها، ولفت هي ورجعت على البيت وانا خدتها جري علشان ارجع لجدي. وفعليا مجرد ما وصلت الغيط كان عمي يماني حصلني وكمل هو جري دخل جوه الزرع، وانا طبعا في ديله لغاية ما وصلت جوه ولقيت عمي يماني حاضن في عم رضوان وعمال يصرخ، وجدي يعيط ويشد فيه ويقول له ما تبهدلش اخوك اكتر ما تبهدل. وطبعا في اللحظة دي مع صراخ مرات عمي كانت البلد كلها انتبهت وسألت فيه ايه، وجت البلد كلها او اهل البلد كلهم جم يجروا على الغيط. في ثانية أنا لقيت الربع الخراب بقى عمران بأهل البلد، وبدأ بقى البكا والنويح واللي صعبان عليه واللي بيتودود على إنه هو اللي عمل في نفسه كده، وأنا مش فاهم أي حاجة. أنا كل اللي فاهمه إنه ما سمعش كلام أبوه فده اللي حصل له. المهم إن اليوم عدى وشالوا عمي ودفنوه وجينا للعزا بالليل وانا في العزا واقف جنب جدي لمحت حد واقف بره العزا كده بمسافة وبيشاور لي كأنه بيقول لي تعالى. ولما بصيت واتأكدت مين ده لقيته عم رضوان. فانا رحت شادد ايد جدي كده وقلت له
هشوف عم رضوان عايز ايه واجيلك. قال لي ماشي روح. الفكرة هنا ان انا ما كنتش فاهم ان اللي مات ما بيرجعش، وجدي كمان من صوت المقرئ العالي والدوشة بتاعت الموتة تقدر تقول انه ما سمعنيش او ما توقعش ان انا اقول رضوان. المهم ان انا اول ما جدي قال لي ماشي روح خدتها بقى ايه جري، وفرحان قوي ان عم رضوان رجع بسرعة. ومجرد ما وصلت له لقيته مبتسم وبيقول لي تعال نروح الغيط عشان نجيب قصب للناس اللي في الموتى. وطبعا انا بالنسبة لي دي متعة المتعة، هنجيب قصب كتير بقى وهناكل. فمسكت في ايد عم رضوان ومشينا ناحية الغيط، وتقريبا دقيقتين 3 وبالتحديد اول ما وصلنا للطريق اللي هيودي على الغيط لقيت لك اسم بيتنده من 3000 شخص. عشان ابص ورايا القى جدي وعمامي وتقريبا نص اللي في الموتى جايين يجروا عليا. فانا وقفت مكاني مش عارف هما ليه بيجروا ليه كده وبيندهوا، لغايه ما وصلوا عندي وعمي بيقول لي انت رايح فين يا؟ قلت له انا رايح الغيط مع عم رضوان عشان نجيب قصب للناس. وحرفيا مجرد ما قلت كلمه انا رايح مع عم رضوان كأني رميت قنبلة صمت. الناس كلها وقفت مساهمة بما فيهم عمامي وجدي، لغاية ما جدي راح متحرك كده وقرب مني ونزل على ركبه والدموع نازلة من عينه وهو بيقول لي يا ولد يا عمك رضوان خلاص راح ومش راجع. فأنا ببراءة الأطفال قلت له لا رجع يا جدي والله، أهو واقف جابني من. وطبعا أبص جنبي لعم رضوان ولا أثر ولا خيال ليه. فضلت متنح وانا مش فاهم يعني ايه، يعني ايه واحد كان جنبي وفجأة ما يبقاش موجود. المهم ان جدي راح ماسكني من ايدي ورجع بيا العزا، وفعليا جدي ما سابش ايدي غير بعد العزا وبعد ما روحنا البيت. ولما روحنا علشان يدخل يغير هدومه لاحظت ان هو يعني بيدي لعمتي اشارة كده اللي هو خلي بالك منه. وفعلا بدأت عمتي تسألني كلت ولا ما كلتش، شربت وما شربتش، الكلام ده لغاية ما جدي غير هدومه وخدني علشان ننام في الأوضة بتاعته. دخلت جنب جدي ورقدت، وجدي من التعب راح في النوم بسرعة. لكن أنا كطفل شاف المنظر بتاع الجثة اللي أنا قلتلك عليها ما كنتش عارف أنام، وكنت مش قادر أمحي الصورة من خيالي أساسا. لغاية ما قطع التفكير ده حد بيندهلي بصوت واطي. فتحت عيني كده وبدأت أبص، مفيش أي حاجة. ووقتها لمحت من تحت عقب الباب كده خيال رجلين ماشي بره في الصالة. ففرحت وقتها وقلت دي أكيد عمتي بره بتنظف أو حاجة، هخرج أقعد معاها لأن أنا خايف أنام وخايف أقول لجدي إن أنا خايف، لأن ده ممنوع. فكرة إنك راجل وتقول أنا خايف تتضرب عليها أصلا. فرحت متسحب من جنب جدي كده وخرجت من باب الأوضة بفتح لقيت عم رضوان اللي في الصالة، بس هو ما كانش منتبه لي خالص. عم رضوان لامم الفاس والحاجة بتاعة الغيط وحتى عدة الشاي وبيلمهم واخدهم في ايده وهيخرج من باب البيت. ومجرد ما وصل لباب البيت فتح وبيخرج فلمحني. اول ما لف لقاني واقف على باب اوضة جدي، فبصلي بابتسامة كده وقال لي تيجي معايا الغيط. وفعليا يا صديقي لا ده كان صوت عم رضوان ولا الوش الشاحب والغامق قوي ده كان وش عم رضوان، ولكن انا قلت له ماشي هاجي معاك.